السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة ان شاء الله بقى كده بإذن الله هنعمل فطارنا كده، فطار اليوم ال12 لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يبارك في رزقنا يا رب كده جميعا. اللهم بارك لنا في بيوتنا وفي أولادنا يا رب العالمين، واجعل تعبنا يا رب في ميزان حسناتنا. اللهم اجعل كل لقمة بنعملها سبب في البركة والشفاء والسعادة، واملأ بيوتنا يا رب طمأنينة وراحة وبال يا رب لكل الناس. اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب بحق حبيبك محمد ترزق كل واحد بيتفرج عليا الخير من أوسع أبوابه، واشف كل مريض وفرج كل هم مهموم. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يا حبايب قلبي كده تعالوا نبدأ كده الايه الفطار بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هنعمل ايه صينية بطاطس بالكفتة. بصراحة وجبة حلوة وجميلة كده وخفيفة وتفتح النفس كده. تعالوا بقى كده نعمل كده مع بعض. انا دلوقتي قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين كده ايه، يعني حلقات كده، مع طماطم، مع بصل طرنشات، مع لو عندك شطة مثلا خضرا عايزة تحطي ماشي، اللي هي الحراقة دي تمام مفيش اي مشكلة. ماشي، وبتقلبي كله كده مع بعض مع التوابل اللي انت حباها كلها، يعني اي توابل انت حابة تحطيها حطيها. ماشي. وهنا بقى معايا بصلاية كبيرة كده، تبشريها وتصفي المية منها خالص. والمية دي طبعا ايه هقولك هنعمل بيها ايه، واكيد انت عارفة يعني كده. بس الاول هنعجن الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. هندخل كل بصوا كل نتنى ندعك فيها لغاية لما تعمل العرق بتاعها كده يبان. هي كانت بقى بصراحة كانت في الفريزر وايه، كانت يعني متلجة جامد. بصوا كانت ايدي كل شوية والله العظيم بتقف. ماشي. هنا بقى انا حطيت طبعا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. لو عندك توابل بردك عايزة تحطي ماشي، وشوية فلفل اسمر. وخليكي بردك معايا لاخر الفيديو يا حبايب قلبي، هقول لكم بردك ايه على المكون اللي هيخليها ما تفكش منك خالص. ماشي. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في التعليقات واذكروا الله. ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي فضلا وليس امرا تشتركولي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصلكم مني كل جديد. ماشي. هنا بقى الميه اللي انا خدتها من البصل حطيت عليها شويه زيت عشان نبدا ايه نصبع بقى الكفته ونحطها ايه مع البطاطس. يعني أكلة حلوة والله وخفيفة و... وجميلة يعني بصراحة، من غير فحم ومن غير أي حاجة خالص. لو حابة بردك تعمليها بردك بالفحم أو تلاقي يعني تحس ان الحتة فحم كده، زي ما انت عارفة بتجيبي كده فحماية كده وتحطيها على النار تسخن جامد، وبعد كده تقومي حاطة عليها شوية زيت وتغطي الصينية، تبصي تلاقيها ريحتها زي ما كنا عاملاها على الفحم. هنا بقى لو عندك بقى شيش طاووق اللي هي العصيان ديت، او عندك معلقه زي ما انا ما بعمل كده، اعملي بيها عادي، صبعي بيها باللي ايدك طبعا زيت بالميه بتاع البصل، بتدي طعم بردك حلو. ماشي. وايه ورص زي ما انا برص كده بالظبط، يعني اكله حلوه اكله اقتصاديه. ماشي. وتغيير بقى والله من المحشي وال... والطبيخ والحاجات صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة بس كده ايه تكوني يعني عملتي لها عرق كده. العرق ده طبعا بيفرق والله جامد. ولو عندك خضرة بقى مثلا، الخضرة بصراحة بتديها طعم بردك حلو، عندك خضرة حطي. ماشي. وهتدخلي كل المكونات في قلب بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. قولولي بقى كده يومكم بقى في رمضان كده بيبقى عامل ازاي، قولولي في التعليقات كده يومكم بيبقى عامل ازاي. يعني والله بجد اليوم اصلا ما فيهوش، واليوم بيخلص بسرعة. يعني بصراحة والله العظيم أيام رمضان دي والله ما تتعوض. مش عارفة يعني في ناس بصراحة مش بتصوم رمضان، مش عارفة ازاي. ربنا يا رب يهديهم ويهدينا جميعا يا رب. ما والله بجد الواحد بيبقى نفسه ان يعني السنة كلها كده تبقى رمضان، شهر خير وشهر بركة وبترفع فيه الأعمال. وربنا يا رب يهدينا جميعا، وربنا يا رب يتقبل مننا صالح الأعمال، ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا.
ويرزق الناس كلها من واسع فضل، اللهم امين يا رب العالمين. يعني حد يصدق اصلا ان النهارده كده يعني 14 رمضان؟ يعني والله كأني لسه كان اول يوم امبارح. هو بيجي اصلا وبيخلص في ثانية. بصوا انا عاملة بقى كده كل الصينية دي كلها كده ماشي اهي زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة جميلة والله العظيم، واكلة خفيفة مع شوية سلطة الطحينة بقى وسلطة عادية وكده، واكلة تغيير يعني. هنا بقى ايه، انا كان عندي شوربة فانا ايه يعني هغلي الشوربة كده وهاخد منها حوالي كوباية، بس لما ايه لما الصينية تسخن جامد. كوباية كده بحطها كده ايه على وش الصينية كده، يعني عشان ما تبقاش ناشفة يعني، وعشان كمان البطاطس تستوي معاكي. هنا بقى نعمل شوية ايه مكرونة بالصلصة كده، اللي هي المكرونة اللي هي المعوجة دي. لا باين، لا قلم، مكرونة قلم لان اصلا هما كانوا عمالين يقولوا لي اعملي مكرونه اسباجيتا، والمكرونه الاسباجيتا اصلا في رمضان دي بتبقى تقيله. فانا قلت لهم ايه، كان عندي كيسين قلم كده، قلت لهم تعالوا نعمل ايه مكرونه قلم بتبقى حلو. هنا بقى طبعا زي ما انتوا عارفين حطيت التومه، كانت طبعا احمرت كده شويه، وبعد كده ايه حطيت عليها الطماطم بقى، سيبها بقى تتسبك كده. والله العظيم كان انا يمكن كنت بعمل قبل المغرب مفيش بساعه بالظبط، بس الحمد لله يعني خلصت بردك وربنا ما كسفنيش. هنا طبعا بقى حطيت شوية بقى ايه شطة وشوية بابريكا كده وشوية ملح، وهسيبها بقى ايه كده تتسبك مع نفسها. لا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ورمضان كريم كده عليكم جميعا يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مين بقى قاعد بقى لصلاة الفجر بقى؟ مين صلى الفجر بقى النهاردة كده؟ صلاة الفجر جميلة أوي يا ولاد، والله بنبقى طول النهار في ذمة، يعني طول النهار ما بين ايدين ربنا وربنا بيبقى جنبنا طول الوقت. حاولوا بقدر الامكان ما تضيعوش صلاة الفجر دي، جميلة. وقيام الليل بردك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى في السماء الاولى بيقعد يقول لنا هل من داع يدعي لي فاستجب له، يعني حد عايز مني حاجة. حاولوا على قد ما تقدروا تردوا على ربنا وتصلوا، لان قيام الليل ده بجد يعني حاجة جميلة والله عظيم. وربنا سبحانه وتعالى بيبصوا يعني بيحقق لنا كل اللي احنا عايزينه، عاجلا ام اجلا هيحققه، بس بالصبر ان شاء الله. وربنا يا رب يجعلنا من الصابرين جميعا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. كده بقى كانت الطماطم بقى خلاص اتسبكت، وانا ايه كنت حاطه بقى المكرونه كانت خلاص بردك يعني ايه استوت اهي، فاصفيها بقى طبعا في المصفى. بقى طبعا بفتح الميه صل الاول شويه على عشان ايه محمد. حرام ان احنا نرمي في الحوض ميه سخنه كده جامد، فانا ايه كنت فاتحه الميه شويه عشان يعني ايه الميه تبرد، بس ايه الميه اللي هتنزل من المكرونه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي جاب هدوم كده بقى للعيد كده يقول لي بقى الاسعار عامله ازاي، عشان احنا لسه والله ما جبناش، مش عارفه والله الاسعار عامله ازاي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده هبردت بقى المكرونه ماشي، وكده خلاص كانت الصلصه تمام. وكان قرآن الفجر اسف، قرآن المغرب كان بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة المكرونة القلم بتبقى خفيفة برضك وبتحس كده ان هي ايه يعني واخدة من الصلصة كده.
بس والله كان شوية صلصة جمال. وبقى ايه، قعدت انا بقى قلت الحبيبة ايه غرفي او مش عارفة والله، ما فاكرة انا اللي غرفت ولا ايه. هو من العيال بيتدلعوا والله العظيم. تحس ان هي بتبقى مفلفلة كده وجميلة يعني، غير المكرونة اللي هي الاسباجيتا. بتبقى حلوة برضك المكرونة الاسباجيتا، بس ساعات بتحس ان انت ايه يعني، عايزين تغيير كده في كل حاجة. يلا بقى نغرب بقى عشان كان خلاص المغرب بقى بيقول الله اكبر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبكده بقى يا حبايب قلبي يكون يومنا خلص الحمد لله. يا رب دايما بيوتنا تكون مليانة خير ورضا وضحكة حلوة كده زي ضحكة ولادنا. ربنا يا رب يبارك لكل واحد بتتعب في بيتها ويرزقنا جميعا يا رب من واسع فضله، ويشفي كل مريض. قولوا امين يا ولاد، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويفك كرب كل مكروب، ويرزقنا كلنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. كده بقى يا حبيب قلبي اكون يعني كده برص الاكل اهوت. ماشي، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش كده تدعموني بلايك وتعليق حلو كده زيكم، وتشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.